السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأوفياء. مرحبا بكم في قناتي واللي هي قناتكم شيوات فاطمة فنيدق. نتمنى تكونوا على خير يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم كعب الغزال ولكن بشكل راقي ماشي بالشكل المعتاد. انتم عارفين يعني كعب الغزال دائما تكون حاضر معنا في المناسبات المغربية، تكون دائما حاضر. اذا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا بالنسبه للعجين كيلو ديال الطحين، غنضيفو عليه واحد 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وعندي هنايا الزيت وكذلك يعني الزبده يعني من نوعيه جيده مذابه. وهنايا عندي الملون الغذائي ابيض، هذا اختياري يعني. وهنا عندنا الماء وكذلك كنخلطو مع ماء الزهر. اذا اول حاجه غنخلط معكم ديك الملون الغذائي هو الاول. كناخذ واحد الملقه يعني تكون كبيره، ملقه صغيره تكون عامره عفوا، كيف ما شفتوا معايا يعني تكون ملقه عامره وهي غير صغيره. صافي عندي كيف ما شفتوا نص كاس ديال الماء. غنزيد عليه دابا ماء زهر وكندوبو وكنخليه يعني جانبا. صافي نتوما كما كتشوفوا معايا هو كيذوب بسرعه. صافي كنعملوا واحد القبيصه الملح ضروري دائما. انا قلت لكم عندي كيلو ديال الطحين، عندنا هنا 2 معالق ديال سكر كلاصي، ممكن تخدموا غير نص كيلو. انا خدمت كيلو ديال الطحين. وعندنا هنايا غنعبروا 4 المعالق ديال الزيت. صافي يعني 4. بالنسبه للزبده، الا عملنا كيلو ديال الطحين كنعملوا 4 كيلو ديال الزبده. كنعملوها تذوب حتى كترجع على شكل نوازيط. وضروري كنزيد ناكد يعني تكون الزبده حيوانيه من الاحسن. صافي وكنبقى يعني نرمل ديك الزبده والزيت حتى كندخلهم في ديك الطحين كامل هو الاول. كيف ما كتشوفوا معايا نبقى يعني نرملو. شوفوا كيفاش كيصبح عندنا ديك الطحين. يعني هاد المرحله ضروريه، ما نعملوش كلشي مع بعضو ونعملو الماء ونعملو كلشي، لا ضروري هاد المرحله. صافي ومن بعد غنبقى نزيد دابا نجمع بالماء وديك ما زهر. بالنسبه للنص كيلو ديال الطحين تقريبا كنحتاجو واحد كاس قل ربع ديال ديك الخليط ديال الماء وما زهر. هنايا انا غنقول لكم تقريبا شحال. بالنسبه للكيلو ديال الطحين كنبقى نعمل بشويه بشويه وانا كنجمع ديك العجينه. يعني راه ما كندلكوها ما والو، خصنا غير نجمعوها ونحصلوا على واحد العجينه تكون يعني غير كنجمعوها صافي وتكون قاصحه، ماشي تكون عندنا العجينه مرخوفه، تكون قاصحه. نتوما عارفين الكعب ديال العجينه ديال الكعب كتكون قاصحه ما تكونش مرخوفه. صافي انا هنا راه كملت ديك الكاس وزدت تقريبا نص كاس اخر، يعني كيلو الطحين تقريبا 1.5 كاس. صافي انا جمعتها ما دلكتها ما حتى شي حاجه. وكنخليوها ضروري كترتاح في النبيره، يعني واحد المده كنعطيوها حقها ترتاح يعني في الثلاجه. صافي كنجمعوها وكنعملوها في الثلاجه كترتاح. هي من الاحسن عدلوها في الصباح وحتى العشيه وخدموا بها، عدلوها في الليل وحتى الغدا وخدموا بها. كنتو مزروبين عطوها حقها شي ساعات في الثلاجه وكتدوزو تخدموا مباشره. اذا هنايا بالنسبه للعقده انا عندي كيلو ديال اللوز. يعني اللوز كنعملوه في الماء غليان وكنسلقوه وكنقشروه وكنطحنوا الطحنه الاوليه بوحديتو والطحنه الثانيه مع نص كيلو ديال السكر. حتى لهنا مفهوم. اذا هنا عندي هنايا دابا مطحون، كنزيدو عليه 2 معالق كبار ديال الزبده يعني مذابه. بالنسبه لكيلو ديال اللوز 2 معالق كبار ديال الزبده وراس معلقه ديال السمن. راه حتى في العجين عملت راس معلقه ديال السمن، ما عرفتش واش بانت في الفيديو ولا لا،
وبالنسبه هنا للنسمه كنعمل القرفه، كنسمو بالقرفه وصافي. كندخل ديك الزبده وديك القرفه هي الاولى، عاد كنجمعها بشويه ما زهر، يعني ما كنحتاجش ما زهر بزاف، غير واحد شويه. نزيد دابا شويه ما زهر ماشي بزاف، اصلا العقده راه عندنا تقريبا واجده. صافي من بعد بالنسبه للوزن ديالها نتوما عارفين ما بين 20 غرام حتى ل 26 غرام. احنا هنا في الشمال وبالاخص يعني تطوان الفنيدق يعني كنعملوا الحلوه تكون كبيره. نتوما كتوزنوا يعني القياس اللي بغيتو، ضروري كتعبر من الاحسان، كنعبروها وضروري كتغطى يعني بالسلوفان، يعني ضروري باش ما كيتنشفش معاكم ديك العقده د اللوز. صافي هنايا صافي انا غنكورها يعني غنوزنها كامله، ضروري غنوزنوها. صافي انا وزنتها كامله يعني قياس واحد، وكنا قلت لكم يعني نتوما كتعملوا القياس اللي بغيتو ما بين 20 حتى 26. وهنايا كنغطيها بالسلوفان ضروري حتى نبغيها. صافي بالنسبه للعجينه كنطلقوها على هذا الشكل هذا يعني بالمطلق. ومن بعد الا كانت عندكم يعني الماكينه تاعي الصراحه كتساعد حتى هي بزاف وكتعاون، كنعاودها انا دابا في الماكينه يعني هذه المعروفه ديال الشباكيه. صافي وهاد الكعب الغزال يعني ماشي بحال كعب الغزال المعروف، هذا كنقطعو بقطعه دائريه على هذا الشكل هذا. صافي كنقطعوها على هذا الشكل هذا. الصراحه شوفوا معايا العجينه جات اكثر من رائعه صراحه، كتخدم بها كيف ما بغيتي. صدقوني هاد العجينه ناجحه 100%. صافي هذا هو الشكل تاعو، كتكون رقيقه. صافي هنايا انا شكلتها يعني تقطع لي ديك المقطع. الصراحه ما عرفتش، ما لقيتوش المقطع، ما عرفتش واش ما تسجلش واش كيفاش، الله اعلم. يعني ديك المقطع هذاك تقطع فاش شكلت العقده. الصراحه الشكل سهل ماشي صعيب. وهنايا كنقشوها يعني دابا وصلنا لعمليه النقش. كنقشوا يعني كنمشيو غير على هذا الشكل هذا. صافي ماشي بحال الكعبه اخرى لازم نقشوها كامله، هذه لا، هذه كنخدموها يعني كنقشوا غير على هذا الشكل هذا حتى كتمشيو معاها كامله. نتمنى يكون التصوير صراحه التصوير ما عطاش حقها باش نشوفوها مزيان. صافي وكنخليوها تتنشف مزيان، يعني ماشي غير نشكلوها ونطيبوها الا ديما خليوها تاخد حقها حتى كتنشف مزيان الكعبه حتى كطيب. خليها تبات الا عندك الوقت، خليها تبات حتى لغدا عاد طيبيها، راه ما تخافيش عليها حتى من الاحسن هنايا في الفران انا كطيب. هي صافي كيف ما كتشوفوا صافي راه طايبه، كتحديها عاد جبرها طايبه صافي. هي كتبقى بايطه ماشي زعما كتحمر، ما خصكش تخليها تحمر ولا تقصح لك بزاف لا. هنايا بالنسبه للتزيين عندي هنايا الناباجول كليكوز، وهنايا عندي اللوز كونكاسي او عملو اللوز افيلي، يعني انا اختاريت اللوز كونكاسي صراحه تيعجبني. صافي كنشبرو ديك الناباجول كليكوز كندهنوه غير عندك الجانب يعني الفوقاني كيف ما كتشوفوا معايا. يعني شكل يعني خدمه سهله ماشي شي حاجه لا صعيبه، كنعطيوها الخاطر. صافي هيدا وكنعملو في اللوز كونكاس. صافي شوفوا معايا بالنسبه لديك مثلا نعطيك غير مقدار بسيط، يعني مثلا معلقه ديال الكليكوز كنضيفوا معها 2 معالق ديال ناباج. بغيتو تضاعفوا الكميه كتضاعفوا الكميه على حسب الكميه باش بغيتو تخدموا نتوما. كنبقى على الشكل هذا حتى نكمل كلشي. انا كنحاول الفيديو ما يجيش طويل. اذا من بعد ما كملت كلشي هذا هو الشكل النهائي ديال الكعب الغزال. نتمنى يعجبكم وتعجبكم الفكره وتعجبكم الفيديو ديال اليوم وينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق المزيونه ديالكم اللي دائما كتشجعني
وكتحفزني وكنزيد لقدام راني كنقراها. وكنشكركم بواحد بواحد على المتابعه ديالكم اللي انتم كتبعوني، كنشكركم بزاف جزيل الشكر. اذا حتى لهنا غنقول لكم يعني بسلام عليكم وعشركم مبروكه، وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله الى فيديو قادم باذن الله.